السلام عليكم. عليكم السلام سني موحد. السلام عليكم. عليكم السلام سني موحد. نعم. طيب، من حلف شيخ بغير علاء، شلونك؟ الله يبارك فيكم، من حلف بغير الله فقد كفر. ما هو حكم نبي الله محمد ونبي الله موسى وأبو بكر وعمر الذين يحلفون بغير الله؟ فهل هم حكمهم كحكمي أنا، هم كفار؟ شيخ تجي تسألني؟ لا، قاعد أسولف لك شعر. أنا وياك صعدنا فردنية، أنت للجواب شيخ بس وأنا ويا عائشة للمنية. قاعد أسألك سؤال. حكم الذي يحلف بغير الله كافر، فما هو حكم أبا بكر وعمر والنبي محمد صلى الله عليه وآله؟ والله يا شيخ أنا ما عندي فكرة، بس طلعت أريد أسألك سؤال وأنزل إذا بي مجال. يعني أنتم كلكم ما عندكم فكرة على دينكم؟ ما أنا بس طلعت أريد أسألك سؤال وأنزل ما. يلا تفضل. ماذا يقصد علي عليه السلام عندما قال إني إذا رأيت منكر أوقدت ناري ودعوت قنبر؟ إيش إيش إيش؟ إني إذا رأيت منكر أوقدت ناري ودعوت قنبر. ودعوت شنو؟ قنبر. شنو قنبر؟ قنبر عبد عند علي. قنبر مو قنبر. قنبر ما أعرف لفظه. طيب، هذه أحد خطب الإمام علي عليه السلام في الأخلاق. يعني قنبر. يتكلم أمير المؤمنين، لو أنا علي بن أبي طالب، لو أنا يعني أسوي في الذنب هم راح أسامح نفسي. يعني هذا أنا علي اللي كخليفة اللي كذا، هذه مناقب وفضائل الإمام علي. يعني من باب ينادي قنبر للإلقاء به إلى النار. لعملت نارا ودعو قنبر، يعني لإلقائي في النار لو أنا أسوي منكر. يعني يدل عدم استخفاف الإمام علي بالذنب. بس مو هيك احنا قالوا لنا اياها. بعد مو قالوا لكم؟ هي كلام عندنا نحن في كتبنا، وهكذا قالوا العلماء. قالوا العلماء انه السبئيون في زمن علي كانوا يعبدون علي، وكان يقتلهم ويحرقهم بالنار. طيب بس هذا مو على قنبر، مو قنبر صاحب هاي الفكرة السبئيون. هذا فد واحد طلعوا نعم يعبدون الإمام علي، بس حاشا للإمام علي يحرقهم بالنار. نعم هم كفرة، ولكن هل من يعني شلون علي بن أبي طالب يحرقهم بالنار؟ هذا مو يحرقهم. هذا مو صحيح. هاي علي في كتبكم نعم، نعم، ولكن عندنا الرواية مو صحيحة. شلون علي؟ نعم هم كفرة. خب النصارى كفرة، وين النبي حرقهم؟ خب اكو اساليب اخرى، هاي اللي قاعده توصلونها للناس ان كنتم سنه او شيعه، بين علي حرق اللي يعبدونه. هاي مو صحيح. شنو حرق اللي يعبدونه؟ يعني شو علي بن ابي طالب اعظم من هذا الشيء. اما ينصحهم امير المؤمنين، واما يباهي لهم، واما يناظرهم، اما حرقهم في النار فهذا اصلا ما ثابت عندنا ابد. نصحهم 3 مرات ولكنهم آبوا أن ولكن يتوبوا. ولا يوجد في الإسلام حرق الكافر. من أين هذا موجود؟ نعم، وبعد ما بعدها نزلت الآية انه نزلت آية على الإمام علي تقول له حرق؟ مو نزلت وين؟ آية انه جت فتوى انه حرام لا يحرق هاي الا منين الله. منين جت له فتوى؟ منين؟ الشخص فتاة ما اعرفه منه، بس أردت اسالك على هذا السؤال انه السبئيون منهم مو هم نفسهم الشيعة ولا غير؟ واحد. لا تخبط. يعني أمير المؤمنين ياخذ فتوى من واحد، علي بن أبي طالب ياخذ فتوى من واحد؟ والله ما اعرف. لا تخبط. أولا أنتم جاي تتهمون السبيئيون لعنة الله عليهم هم شيعة وما أعرف إيش. أخونا السبئيون عندك عثمان بن خميس في كتاب حقبة من التاريخ الصفحة 26. عثمان خميس عنده كتاب اسمه حقبة من التاريخ، يقول السبئيون هم ممن كانوا يبايعون النبي تحت الشجرة، هم صحابة النبي عندكم يعتبرون سبئيون. منهم عبد الرحمن بن عديس البلوي يقول يعتبر من السبئيون. فعندك المبشرين في الجنة المبايعين النبي تحت الشجرة هم سبئيون. يلا فقل معي لعنة الله على السبئيون. أنا راح أقول بكل شجاعة. أنت راح تقول راح تلعن الصحابة عندك، ومن لعن الصحابة كافر. أنا راح ألعنهم. اللهم لعن السبئيون. بس انا نعرف السبئيون الشيعة.
اي مو ضحكوا عليكم، شو اسوي انا؟ اذا هم السبئيون هم من بايع النبي تحت الشجره، شلون السبئيون شيعه وعلي بن ابي طالب يقول انا وشيعتي في الجنه، وتاره اخرى يروح يريد يحرق الشيعه في النار؟ شنو هالتناقض؟ يقول ما من شيعتنا إلا من اتقى الله، شيعتنا منا ونحن منهم، قلوبهم تحن إلينا وهم يحنون إلينا، شيعتنا خلق من فاضل طينتنا وعجن بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شلون من ناحية يمدح بهم، ناحية هؤلاء عندك أنت عثمان الخميس في كتاب حقبة من التاريخ يقول من صحابة النبي هم السبعيون، فأنا راح ألعنهم وأنت ألعنهم لكونهم كفار. اللهم العنهم، هي العنهم. يلا العنهم، اللهم لعن السبئيون. اللهم لعن السبئيون. سؤال، من عبد الله بن سبأ؟ عبد الله ابن السبأ لم تثبت أصلا شخصيته في التاريخ، إنه موجود شخص اسمه عبد الله ابن سبأ، فيه اختلاف. منهم من علمائنا لعنه لأنه يدعي والعياذ بالله فد أمور للإمام علي، ونحن براء من هذه الأمور، لأن علي بن أبي طالب هو عبدا من عبيد محمد، فكيف لله؟ فعلي قطعا عبد لله، لأن علي هو القائل أنا عبد من عبيد محمد. فمنهم من ثبت ولعنه إنه نعم هل وجود شخصية اسمه عبد الله بن سبأ، منهم من قال نعم، منهم من قال أصلا شخصية وهمية لا وجود لها. فنحن أيضا نتبرأ أصلا ممن يقول علي خالق الكون، نحن نتبرأ منه، مو بمجرد يجعل علي بمقام الإلوهية، لا، بمجرد يقول علي عبد لله بس خالق الكون، نقول لك كافر مشرك لا يجوز على فرض الشيخين، لأن الإمام الرضا قال وأما الخلق والرزق فهو لله، ومن قال نحن خالقين رازقين فهو كافر أو مشرك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وشكرا. شكرا. يعني شيخ انتم ما تعتقد؟ لا ما نعتقد. بمن نعتقد؟ ما تعترفون بعبد الله السبعي؟ لا نعترف، لعنة الله عليه. مو بس عبد الله بن سبأ، لكل من يجعل مقام أهل البيت بمقام الربوبية لعنة الله عليه أبد الآبدين. آل البيت هم عباد الله، بس هم عباد الله وأعطى لهم كرامات كما يعطي للأولياء الصالحين. أما أنهم في مقام الربوبية، من علي بن أبي طالب في ذلك الليل يقول كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، وكفى بي عزا أن تكون لي ربا، أنا عبدك المزجى بين يديك، عبدك الحقير الذليل المسكين المستكين. علي ولأمه هم عباد الله تبارك وتعالى، ومن قال غير ذلك من بعيد أو قريب فهو ملعون إلى لعنة الأبدين ولعنة الله وفي حطب جهنم أين كان. حياكم الله. شكرا شيخ، شكرا لك.